السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا جماعة؟ معكم دكتور خالد البربري، ودي محاضرة جديدة من دورة تعليم التداول للمبتدئين في الفوركس. طيب، النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها جلسات السوق أو الماركت سيشنز. قبل ما نبدأ في إيه هي جلسات السوق أو الماركت سيشنز دي، خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم. هو مين اللي بيشتغلوا في الفوركس؟ مين الناس اللي موجودة في الماركت ده؟ خلينا نرجع كده مع بعض ونعرف مين هم المتعاملين في سوق الفوركس. طيب، عندنا أكبر حاجة، أكبر قاعدة وأكبر سيولة وأكبر ناس معاها فلوس، هم عددهم قليل ولكن هم الأكبر كتأثير. تمام؟ البنوك المركزية للدول والبنوك التجارية. ماشي؟ دول كده رأس الهرم، يعني احنا لو هنعملها هرم دول كده رأس الايه؟ رأس الهرم. البنوك المركزية والايه؟ والبنوك التجارية. كل البنوك اللي تسمع عنها بقى، البنك الفيدرالي الامريكي، بنك لندن، بنك اليابان، بنك اي دولة في الدنيا. تمام؟ دول كده الاكبر المتعاملين في سوق الفوركس. طيب، يليهم المستثمرين من الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة، دول بيجوا في منتصف الهرم. تمام؟ دول برضو ناس معاها سيولة كبيرة جدا، شركات كبيرة جدا بتتداول على عملات، بتتداول على معادن، بتتداول على نفط ايا كان، او مؤسسات مالية عملاقة، صناديق تحوط اسمها هيدج فاندز ايا كان. كل ده بيندرج تحت ايه؟ المستثمرين من الشركات والمؤسسات. والقاعدة الجماهيرية الأعرض وهي الأفراد اللي هم زي وزي حضرتك. دول عددهم كبير جدا، ملايين من البشر بيتداولوا في البورصة، ولكن طبعا رؤوس المال بتاعتهم مهما كانت مش هي اللي هتأثر بشكل كبير جدا على الماركت لوحدهم طبعا، ولكن هم مهمين ليه؟ لأن من غير دول مش هيكسبوا. ماشي؟ ما هو دول بيكسبوا قصاد بعض، هم ناس شاطره مع بعض، بنك بلد الفلانيه قصاد البنك البلد الفلانيه، هم الاثنين شاطرين قصاد بعض. طب يكسبوا من مين بقى؟ تقول لي يعني هم يعني البنوك الكبيره دي مستنيه ال $100 بتاعت ارمط؟ هقول لك ازاي. ما هو انت ال $100 بتاعت حضرتك ولا ال $1000 اضربها في ملايين البشر، شوف كم مليون واحد بيتداول في العالم باختلاف بقى رؤوس المال بتاعتهم. وفي قاعده بتقول لك كده ان 90% من الناس بتخسر 90% من راس مالها في اول 90 يوم تداول اصلا. فهم بيبقوا شغالين بالمنطق ده ان كده كده معظم الناس دي هتخسر، لانهم بيخشوا مش على علم ومش فاهمين ومش مدركين هم بيعملوا ايه وما الى ذلك، فبيخسروا. فالفلوس دي بتروح لمين؟ لدول. ماشي؟ فاصلا هم ده مهم جدا بالنسبه لهم عشان يقدروا السوق ده يفضل ماشي ويقدر يبقى فيه سيوله وما الى ذلك. تمام كده؟ طيب، فبناء على ان انا عرفت ان دول اكبر ناس محركين للماركت اللي هم البنوك المركزيه والتجاريه، فانا عشان اعرف النقطه بقى اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الدرس بتاعنا اللي هي جلسات السوق، لازم اعرف ان جلسات السوق عباره عن اكبر المؤثرين في العالم او اكبر البورصات في العالم. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك كل بلد عندها اوقات معينه بتصحى فيها وبتنام فيها وبتشتغل فيها الحكومه، يعني صح؟ مثلا عندنا هنا في مصر بنشتغل من الساعه 9 الصبح مثلا الساعه 3 او 4 العصر، البنوك يعني بتاعتنا. في امريكا برضو نفس القصه، بيشتغلوا من 9 الصبح لحد مثلا 2 او 3 العصر. في اليابان كده في اقصى الشرق اهو برضو من 9 الصبح لحد 3 العصر، ولكن في حاجه اسمها اختلاف توقيتات. اذا ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت زي ما قلنا قبل كده ان انت عندك سوق الفوركس شغال 24 ساعه. مين البنك اللي شغال 24 ساعه؟ مفيش بنك شغال 24 ساعه. امال ازاي انا بقدر اشتغل طوال ال 24 ساعه؟ هقول لك بسبب اختلاف التوقيت. الوقت اللي هنشتغله الصبح اللي شغال فيه مثلا البنوك بتاعت اوروبا، لان هم قريبين مننا في الوقت، لما بنوك اوروبا تقفل هتلاقي بنوك اسيا او بنوك امريكا بدات تشتغل. ليه؟ عشان بقى فرق التوقيت، يعني الصبح جه عندهم. طب بنوك امريكا لما تبدا تقفل تلاقي بنوك اسيا بدات تشتغل. ليه؟ عشان الصبح جه عندهم. فتلاقي انت دايما موجود الماركت شغال معاك. طيب، ايه هم اكبر البورصات اللي موجوده او السيشنز اللي موجوده؟ احنا عندنا جلسه، يعني دي اسمها جلسات السوق. عندنا الجلسه الاسيويه، ماشي، اللي هي بتاعت الجزء بتاع اسيا ده، بيندرج تحتيها بقى بورصه طوكيو، بورصه اليابان، وبورصه الصين، وبورصه سيدني اللي هي استراليا. اهمهم هم بورصه الصين واليابان.
تمام. هنتكلم على المواعيد بس خلينا دلوقتي نعرف الجلسات ايه هي. عندنا الجلسه الصباحيه بيسموها كده ليه؟ لان دي بتبقى بالنسبه لنا احنا كناس في الوطن العربي تبقى الصبح. الجلسه الصباحيه دي اللي احنا بنسميها جلسه لندن. ليه؟ عشان اهم بنك او اهم بنوك موجوده فيها هي طبعا بنوك انجلترا اللي بتشتغل في الوقت ده. وعندنا الجلسه المسائيه اللي احنا بنسميها جلسه نيويورك. تمام كده. طيب كل واحده من الجلسات دي بتبدا في وقت تنتهي في وقت، فانا هقول لك التوقيت بالمصري ماشي، اللي هو التوقيت الشتوي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وطبعا انت تاخد بالك بقى من فرق التوقيت ايه في كل دوله. وبعد الدرس ده هقول لك ازاي تعرف المواعيد دي، عشان لو المواعيد اختلفت في دوله معينه، في بلاد كتير بتعمل موضوع التوقيت الصيفي والشتوي ده، فعشان انت ما تتلخبطش. تمام. فانا مش عايزك تحفظ الاوقات، ولكن تفهم ان احنا عندنا ايه اوقات معينه بيفتح الماركت فيها وبيقفل الماركت فيها. طيب حاليا وانا بعمل لك الفيديو ده، عشان ممكن الموضوع ده يختلف، عشان بس ما تاخدليش حته من الفيديو بعد كده تقول لي ده انت قلت الميعاد غلط. وقت ما انا بعمل لك الفيديو ده دي التوقيتات اللي موجوده حاليا. بورصه طوكيو بالنسبه لنا احنا هنا في ناس في مصر بتفتح الساعه 2 الفجر، 2 صباحا، 2 بعد نص الليل، وبتقفل الساعه 11 الصبح. ده الوقت اللي شغاله فيه ايه؟ بورصه طوكيو. طيب بورصه سيدني بتبدا قبلها بشويه، بتبدا الساعه 10 بالليل وبتقفل الساعه 7 الصبح. ففي تقاطع كده صح، في من الساعه 10 للساعه 2 سوري للساعه 7 في تقاطع، لان دي بادئه من 10 ل 7 ودي من 2، فمن الساعه 2 للساعه 7 ده تقاطع، الاثنين شغالين مع بعض. طيب بورصه الصين بتبدا بعد اليابان بساعه، يعني الساعه 2 اليابان الساعه 3 الصين تبدا. تمام. لما بيحصل فرق توقيت بتبقى دي 3 ودي 4. خلاص. طيب نيجي الجلسه الصباحيه. احنا خلاص عرفنا ان دي بتفضل لحد الساعه 11 الصبح. طيب بورصه لندن بتبدا الساعه 10 الصبح وبتقفل الساعه 7 بالليل، ده بالنسبه لنا احنا برضو. خلاص. وبورصه نيويورك اللي هي بعد الظهر، دي الصباحيه دي بعد الظهر، تبدا الساعه 3 العصر 4 العصر على حسب التوقيت ماشي ل 12 بالليل. خلاص كده. طيب انا بقى عشان اعرف انا على حسب الدوله اللي انا فيها المواعيد دي هتبقى ايه بالظبط في الوقت الحالي اللي انا فيه دلوقتي، اعمل ايه؟ الموضوع بسيط خالص. انت هتيجي تدخل على ويب سايت اسمه بيبي بيبس، تمام كده، وتكتب فوركس ماركت تايم زون كونفرتر او فوركس ماركت سيشنز. تمام. هسيب لكم اللينك بتاعه فين في الديسكريبشن، وتيجي من هنا تختار المكان اللي انت موجود فيه. انا مثلا دلوقتي كايرو جي ام تي بلس 2 ماشي. خلاص كده هتلاقيه جايب لك اهو ان بورصه سيدني والله بتبقى دلوقتي الايام دي الساعه مثلا 12 بالليل لحد الساعه 8 الصبح، يبقى هم كده عندهم مثلا فرق توقيت دلوقتي. طيب طوكيو دلوقتي الساعه 2 بتبدا 2 وبتنتهي الساعه 11 الصبح. طيب لندن بتبدا الساعه 9 الصبح دلوقتي وبتنتهي الساعه 6، فاختلفت ساعه عن الوقت اللي انا شرحت لكم فيه السلايد اللي فاتت. ده اللي انا بقوله بقى ان في اوقات في بلاد بتعمل ايه فرق توقيت برضو. طيب نيويورك هي دلوقتي بتبدا الساعه 2 وبتنتهي الساعه 11 بالليل مش 12، فرق برضو ساعه عن التوقيتات اللي انا كاتبها. تمام يا شباب. فالمواعيد زي ما قلنا هتلاقيها بتختلف من وقت للتاني على حسب البلد اللي عامله توقيت صيفي ولا شتوي، وانت برضو البلد بتاعتك في فرق كام ساعه ما بينها وما بين البورصه اللي انت بتشتغل عليها. طيب سيدني زي ما قلنا احنا كنا جايبينها من الاول هنا، لا هي سوريا بتبدا 11 مش 12، هي فرق ساعه واحده، لان هي جايبينها في اول ايه في اول اليوم اهي، ان دي في اخر اليوم الساعه 11 اليوم اللي قبليها، وبتبدا ايه ال ال في اليوم الجديد من هنا، من هي بدايه اليوم الجديد الساعه 12 اهي. فهمنا؟ بس احنا كده كده ما يهمناش بورصه سيدني دي في حاجه. طيب كل يوم هتلاقي فيه وقت في السوق بالليل من الساعه 12 لواحدة او من 1 ل 2 على حسب برضو توقيت صيفي ولا شتوي، بتلاقي الماركت قفل، بتلاقي السوق واقف ما بيتحركش. ده ليه؟ ده لان انت عندك بورصه، او في اوقات بتلاقي البورصه بتاعه نيويورك قفلت وبورصه سيدني او البورصه الاسيويه لسه ما فتحتش، فالساعه دي بيبقى فيها ايه بعض الازواج بتقفل، زي الذهب مثلا او البترول بتلاقي التداول عليه وقف ساعه كده وبعدين يرجع يفتح تاني. ده بيبقى ليه؟ بسبب ان في فرق ساعه ما بين اخر بورصه قفلت وايه واول بورصه تاني هتفتح. دي كانت فكره الجلسات بتاعه السوق. طب انا يفيدني في ايه الكلام ده؟ لا هيفيدك كتير جدا لما نبدا نعرف بقى انا هتداول على ايه الازواج اللي انا بتداول عليها، لان كل بورصه من دول في ازواج معينه بيبقى الافضل ان انا اتداول عليها في الوقت ده. ليه؟ لان هي الازواج دي اللي هيحصل فيها حركه، وهي دي اللي هيحصل فيها سيوله. يعني دلوقتي مثلا بورصه طوكيو، طوكيو دي اليابان،
عملة اليابان الين الياباني، فطبيعي جدًا أكتر حاجة هتتحرك في الوقت ده هي الين الياباني، فأنا أركّز شغلي في الوقت ده على الين الياباني، تمام، ليه؟ لإنه هيبقى في حركة وهكذا. هنشرح مع بعض الكلام ده بالتفصيل، ولكن حبيت أفهّمك إن دي الجلسات اللي موجودة في الماركت والتوقيتات بتاعتها. شكرًا، ونتقابل في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.